اهلا وسهلا بيكم في قناة حواء وجمالها. بصوا احنا هنبدأ دلوقتي. اديكم شايفين الشعر معانا، يعني اديكم زي ما انتم شايفين. وبصوا انا كاميرا عادية في تليفوني ومش زي ما انتم شايفين اهو، يعني اهو قدامكم الشعر. انا هكويه دلوقتي. وبصوا هو من جوه عامل ازاي، وانا هوريهولكم دلوقتي بعد ايه ما هكويه. خليكم معايا واحنا مع بعض دينا. بصوا انا بفضل ان المكوه تكون واطيه، عشان لما المكوه بتكون عاليه الشعر بيتحرق. فهي كل ما تكون واطيه كل ما هتديك نتيجه حلوه جدا، وهتلاقي الشعريه تاخد راحتها معاكي وتتفرد معاك كويس جدا. بصوا انا عشان ما اطولش عليكم طبعا، لو قعدنا ان انا اكل معاكم الشعر كله، وكمان انا موطيه المكوه يعني ايه الشعر ياخد راحته زي ما قلت لكم. انا هكوي نص الشعر وهوريكم الاختلاف بين ده وبين ده، بس مش اكتر يعني عشان مطولش عليكم برضو. وزي ما قلتلك لازم تكون المكوه واطيه عشان الشعر برضو ياخد راحته زي ما انا فهمت. بصوا انا يا دوب مشيت المكوى عليه حاجه بسيطه زي ما ايه قلت لكم. كل ما المكوى هتكون بارده هتديك والله نتيجه جميله جدا. وانا مش عايزه اضغط على الشعر عشان برضو الشعر ما يحصلش له حاجه. وانا زي ما انتم شايفين انا مشيت عليه حاجه بسيطه جدا، يعني ما قصدش اني انا اضغط عليه عشان مش عايزه ضرر للشعر ولا حاجه. ايه يعني خليكم معانا. طبعا لو المكوى سخنه انا مش هستحمل المس الشعر كده هو بايدي زي ما انتم شايفينه، بس زي ما انا قلت لكم ان لازم المكوى تكون بارده، مش بارده قوي يعني تكون درجتها حلوه معقوله. شوفوا انت الشعر اهو قدامكم يعني، وهتفهموا حضرتكم هنا. وافضل ما ينفعش الضغط على المكوى عشان الشعر برضه يعني قصة الشعر مش عايزه ان انت تدوسي عليها قوي، زي بس انا واخداها من فوق لفوق يعني اهي. يا جماعه مش هقول لكم تاني ما تعليش المكوى، حتى لو قعدتي ساعه تكوي الشعر ما تعليش المكوى، وانت صدقيني مش هتاخدي ربع ساعه وهيتفرد معاك عشان الشعر.
بصوا انا لو المكوة سخنة مش هستحمل امسك الشعر بايدي، بس اديكم انتوا شايفين انا بعمله بايدي قدامكم كل حاجة طبعا قدامكم تفاصيل زي ما انتوا شايفين كده، عشان برضه يعني انا عايزة اعلم المكوة عشان الشعر برضه يعني ما يبصش لو باظ الشعر من النادي ان انت ترجعيه تاني اصلا زي ما كان، يعني تبقى فاهمين يعني الفكرة دي. حتى لو جبت ديوب او الحوارات اللي بيقولوا عليها دي مستحيل، يعني انت لو وطيتي المكوة زي ما انا بقولك حتى لو كويتي كل اسبوع مش هيعمل حاجة معاك، عشان يعني هو الشعر واخد نهاد وواخد راحته في الكون، انت موطيه المكوة يعني حاجة بسيطة جدا، بس الشعر بيتفرد معاكم بالشكل الجميل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. انا طبعا مش هطول عليكم برضه، يعني هوريكم في الوقت البسيط ده جدا انا فردته قدامكم، وبمعنى كده ان هي الدرجة واطية، يعني انا مخليه المكوة درجة 2 عشان ما تبقاش عالية على الشعر. وبعد كده الشعر طبعا لو اتحرق او حاجة حصلت له يعني زي ما قلنا مش هنعرف ان احنا نعالجه يعني. بصوا بصوا معايا، شايفين انا مضغطتش عليه كتير زي ما قلت لكم قدامكم، انا موطيه المكوة وعملته ايه حاجة بسيطة جدا، عشان بس زي ما قلت لكم ان المكوة لو عليه هتبوظ الشعر. انا كنت قادرة ان انا اعلي المكوة بس الشعر زي ما قلت لكم هيتحرق، حتى لو ما اتحرقش هيأثر عليه. ولما شايفين شايفة الشعر عامل ازاي، شايفة بصوا شايفينه هوريكم بقى دلوقتي الفرق بين الجزء اللي انا كويته والجزء التاني. ده الجزء اللي انا كويته، حلو الكلام. هوريكم بقى ايه الجزء التاني، ماشي. وادي الجزء اللي انا ما كويتهوش، هو انا يعني زي ما انتم شايفين. بصوا انا هوريكم ازاي اهو، شايفين ادي الجزء اللي انا ما كويتهوش شايفينه، وادي الجزء اللي انا كويته، وزي ما قلت لكم المكوة لازم تكون واطية. بصوا شايفين الفرق ازاي، شايفين انتظرونا كل جديد في قناة حواء وجمالها، نشوفكم مرة تانية.